بيان مختاري المحلات وأهالي ومنظمات المجتمع المدني من تجمع ساحات وناشطين وثوار مدينة سبها حول تردي البنية التحتية في مدينة سبها، وخاصة منظومة المياه والصرف الصحي، في ظل متابعتنا المستمرة والمتواصلة للأزمات التي يعيشها المواطن في مدينة سبها، وعجز الجهات المسؤولة عن حل هذه الأزمات، وآخرها انقطاع التيار الكهربائي وتعطل منظومة الصرف الصحي التي حدثت مؤخرا في بعض أحياء مدينة سبها، والذي تسبب في انتشار الفيضانات داخل تلك الأحياء، مما ينذر بكارثة بيئية داخل المدينة وانتشار الأمراض الوبائية. عليه نطالب بالتالي: أولا، على الحكومة والجهات المعنية بالأمر تحمل مسؤولياتها لحلحلة هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن، تفاديا لأي كارثة إنسانية بيئية. ثانيا، على جميع الجهات المعنية ذات الاختصاص في مدينة سبها التنسيق فيما بينها وإعلان حالة الطوارئ وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لحلحلة هذه الأزمات. ثالثا، على أهالي أحياء المدينة المتضررة التواصل مع الجهات المسؤولة والمعنية، وعلى رأسها شركة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الجنوبية وسبها، للضغط عليها وتحميلها مسؤولية تفاقم هذه الأزمة وما يترتب عليها من تداعيات مادية وبيئية. وحفظ الله ليبيا، وعاشت ليبيا حرة أبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا نطالب الجهات المعنية باتخاذ حل عاجل وجذري لهذه المشكلة، وفي حال تأخر الشركة عن حل هذه المشكلة فإننا مضطرون لتقديم شكوى إلى المحاكم لتعويضنا عن هذه الأضرار الناجمة عن هذه المياه الملوثة صحية والأضرار الأخرى المترتبة على ذلك. كما نحمل الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بالمنطقة الجنوبية وسبها المشاكل التي ستحدث من غضب الشارع وكذلك السكان المجاورين لهذه المياه الملوثة.